أهلا بكم مرة أخرى. حقيقة لربما نضطر أن نصنع عنوان صحفي الآن: هل المسؤول العراقي يدرك معنى الديمقراطية والتعامل الديمقراطي؟ للحديث عن مستوى فهم المسؤول لطبيعة مهماته وطبيعة الظرف العراقي الراهن، التصريحات اللي تطلع للمسؤولين. أنا أتحدى مسؤول يقول لي أن الإعلام صرح بدلا عني، وإنما هو الذي يصرح. للحديث عن هذا الملف ننتقل مباشرة إلى مدينة الناصرية، ومعنا من هناك النائب عبد الخضر طاهر. أستاذ عبد الخضر، حياكم الله. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين. أهلا وسهلا. يعني كيف ترى ما حدث أنت كنائب برلماني منتخب من الشعب العراقي مع السيد محافظ كركوك؟ نعم أخي العزيز، ما حدث هو طبيعة بشرية، لا يمكن أن نفرض طباعنا البشرية على أي منا، لكل منا مزاجه ولكل منا فهمه للديمقراطية. تحدثتم بلغة المحاور المبدع المتمكن الذي ينقل الرأي العام ورأي الشارع، والسيد المحافظ تحدث وفق ما يراه وبأجندة خاصة به. حقيقة خضتم في حوار هو وطني وكبير جدا، يتعلق ما بين المركز والأطراف، ما بين سلطة الدولة الحقيقية وسلطات تريد أن تنتزع سلطة الدولة الحقيقية وسلطة المركز. وفي هذا أعتقد هنالك تجاوز، عدم فهم حقيقي للدستور، عدم فهم حقيقي لطبيعة المرحلة التي نمر بها، عدم أخذ الرأي الكامل للشعب العراقي للمتضررين. أعتقد أن الضحايا هم الذين يجيبون على كل الأسئلة، الضحايا الذين يمسهم الإرهاب والذين يموتون من غدر الإرهابيين والمجرمين الذين يحتاجون إلى من يؤمنهم، أيا كان هذا الذي يستطيع تأمينهم، إن كان من المركز، من الإقليم، من المحافظة، ولكن الأمان وليس شيء هنالك أغلى من الأمان. طيب أنت استمعت إلى حديثكم. نعم. حقيقة ويؤسفني ما حدث، أنه تكون هناك انسحاب وكرسي فارغ وشحن من الطرفين لموضوع يجب أن نرسل من خلاله، وهي هاي وسيلة الإعلام حقيقة، ووظيفة الإعلام أن ترسل إلى المشاهد حقيقة. سؤالكم الأخير هو الديمقراطية وحديثها. كلنا مسؤولون، أنتم ونحن والإعلام، لأننا لازلنا نتدرب على التبادل السلمي للسلطة، نتدرب على احترام قواعد الديمقراطية سلوكا وتصرفا وممارسة. لازلنا في طريق أعتقد مليء بالعثرات. طيب فلا تؤاخذونا كثيرا. لا، شو ما ناخذكم أستاذ عبد الخضر؟ خليني أسألك بالله عليك أسألك سؤال أستاذ عبد الخضر. هي التصريحات إذا وصفت هادئة أو نارية، احنا نوصفها لو انتم تصنعوها، بالله عليك بصراحة. أنا أقول حقيقة التصريحات النارية هي تخرج من طرفين لهم التأثير الكبير المباشر، ولكن بدرجة متفاوتة. التصريحات النارية إذا ما ظهرت من السياسي فهي تشحن وتؤدي ربما إلى الموت وإلى الدم، وكم شاهدنا في العراق على مدى السنوات الماضية عندما يثار موضوع في مجلس النواب وتتحول إلى ملاسنات وإلى مشاكل وإلى تصريحات نارية يدفع ثمنها الشعب العراقي. أما في الإعلام فتعودنا، هناك محاورون وكل منكم أنتم الذين تحاورون الإعلاميين المتمرسون لكم طرقكم في انتزاع المعلومة، ولهذا نضع نحن ألسنتنا معلوماتنا ما نستطيع بين أيدي الإعلاميين عسى أن نوفق ونوصل الرسالة الحقيقية الإعلامية التي يريدها الشعب العراقي والتي يريد أن يراها ويسمعها منا كمسؤولين. طيب. بالحالتين قلت نتدرب، ولكن هو الموضوع يبدو كنا نعتقد أن هناك شمال الوطن يكون أكثر هدوءا، لأن الجو هناك أبرد مما هو في الناصرية، ولكن يبدو وربما نتمنى أن يكون العكس. طيب أنا أجيك نتمنى يكون العكس، يعني حقيقة نتمنى يكون عندكم الجو هادئ. ولهذا أود أن أسألك أستاذ عبد الخضر، أنا صراحة دورت بالإنترنت أو بتصريحاتك حتى أخلي الصفة، يعني حضرتكم حاليا ما زلتم نائب عن القائمة العراقية
أم كما وصفتم قبل 3 أشهر بأنكم منشق عن القائمة العراقية، وطلعت تصريحات قالت من القائمة العراقية أن السيد عبد الخضر ما يمثلنا وهو يمثل وجهة نظر شخصية وهو ما كان عندنا نائب وإحنا رشحناها في لحظة معينة، أم ماذا؟ بصراحة حتى نقدر نقود الحوار حسب جوابكم. تسني هذا السؤال، وهذا السؤال يفيد أن أزيل كثير من اللغط والغبار عن موضوع. نعم. أنا أعتقد خرجت برأيي وجدته صائبا في وقت حرج من تاريخ المرحلة التي نمر بها بالعراق، عندما رأيت هناك اصطفافات كانت تؤدي بنا إلى التشظي وإلى أن يكون العراق أقاليما قبل أن يحين وقت التقسيم وأن تكون هنالك أقاليم. على الأقل نأخذ على الأقل وقت إلى أن نتدرب ونرى ما هي إيجابيات وسلبيات ما نعيش الآن من الفيدراليات ومن الإقليم والصراع بين الإقليم والمركز. كان لي موقف، والموقف معروف جدا ولا زلت مقتنع به، لست فقط أنا ومعي كثير عشرات من نواب القائمة العراقية، وخصوصا من المناطق التي يسموها بين قوسين المناطق المتنازع عليها. كان لنا موقف من مسألة سحب الثقة، لأننا كنا نرى أن الجميع قد أدخلوا أنفسهم في حرج شديد، وكانت العملية بخطها الواضح وبعنوانها المعلن وغير المعلن إنها موضوع أصبح شخصي وليس موضوع وطني. فكان لي موقف، خروجي بهذلك الموقف لم أعلن فيه حتى بعد أن قرأنا البيان، وبعد أن كان لنا الموقف أنا وزملائي النواب، وكنا الذين حضرنا وقرأنا البيان أكثر من 20 نائبا، والذين كانوا معنا بحقيقة أكثر من 30 نائب. إذن لم يكن الموضوع هو موضوع عبد الخضر مهدي. نعم، كان العنوان هو عبد الخضر مهدي، النائب عبد الخضر مهدي المتحدث إليكم، عندما وجدت أن مصلحة العراق تقتضي أن نقف ذلك الموقف الذي وقفته، موقف أوقف التداعيات الكبيرة التي ربما لو كانت قد حصلت لأدخلتنا في نفق مظلم لا سامح الله لتشظى العراق، وأصبحت هناك عدد من المحافظات التي أعلنت عن أنها مستعدة للانفصال وأن تكوين أقاليم، وكذلك بعض المحافظات رفضت محافظات أخرى، ودخلنا جميع المكونات الشعب العراقي بما فيهم الأخوة الكرد اختلفوا في موقفهم، وأبناء المذهب الواحد اختلفوا في موقفهم، وأبناء الحزب الواحد والمكون اختلفوا في موقفهم. إذن جئنا نحن حقيقة بالموقف الوسط الذي كان يجب علينا أن نكون، لأن حقيقة عجزت في تلك المرحلة أي تدخلات داخلية أو خارجية عن إخراج العراق من الأزمة التي كان يعيشها، فخرجت أنا بذلك الموقف. طيب إذا كان ذلك الموقف يقتضي الخروج من العراقية، عفوا أستاذ أنور سأجيبك، إذا كان ذلك الموقف يقتضي أن أخرج من القائمة العراقية، من يستطيع إخراجي منها؟ أنا بإرادتي حقيقة وقفت ذلك الموقف. الذين كتبوا قالوا لا يمثلنا، فكتبوا ليس من القائمة العراقية، كتبوا بالقضية الانتماء، وكنت منتميا إلى حركة الوفاق الوطني العراقي لسنين طويلة، والذين كتبوا عني أعتقد لم يعاصروني، لم يدروا بعملي، ولكن تسرعوا أعتقد وظلموا أنفسهم حينما قالوا ببيانهم ذلك. لست نادما على الموقف الوطني الذي وقفته. لا يا سي عبد الخضر، وأنا حقيقة الآن نائب في البرلمان بأي عنوان وبأي صفة كانت، أنا الآن يا سي عبد الخضر إن شاء الله الذي يستوعب كل الأحرار الليبراليين المؤمنين بالدولة المدنية. أنا الآن إذا قلت الأستاذ عبد الخضر مهدي جوير الطاهر أو طاهر هو نائب منشق عن القائمة العراقية، العنوان صحيح؟ أعتقد ليس صحيح بهذا العنوان، لأني ما زال بالقائمة العراقية انتمائي إلى أي كتلة، ما زلت بالقائمة العراقية، ولم أعلن انضمامي إلى عفوا لا، مو حتى ندخل للمحور. أنتم ما زلتم ولا انشقيتوا؟ بس حتى ندخل للمحور، احنا نريد، لأن أنتم مقلين، أنتم مقل نعم جدا. انشقينا في موقف مخالف وعدتم ومن ثم عدتم، أليس كذلك؟ واضح، وأقول ومن ثم رجعتم من المليان كما تقول، وأنتم هناك الآن في القاهرة. طيب يا عمي، احنا في القاهرة في بغداد والله ما افتهمنا شو بلاد العربي أوطاني من الشام لبغداد، الآن صار توزيع على الأماكن. احنا ما نريد نوصل لهالدرجة، نريد نوصل إنه الإعلام الحر ممكن بواشنطن يحاورك وأنت في الناصرية،
وممكن في أي مكان يحاورك. احنا ليش صرنا ننظر للإعلام كأنه غريب؟ لا، الإعلام لربما في بعض الأحيان أقرب للمواطن، ينقل هموم المواطن قبل ما ينقلها السياسي. لكن أود أن أسأل، يعني بالله عليك أستاذ، يعني هل ترى أن السياسيين شعروا ما أهمية العيد؟ التصريحات التي لم تتوقف، الوضع الأمني المتدهور، يعني وين يشعر السياسي أنه خدم المواطن قبل العيد وبالعيد؟ وإحنا اليوم ثاني يوم العيد وقدامك استشهاد العديد من المواطنين بانفجارات وعبوات ناسفة. بالله عليك، وأنت أمام الله قبل المواطن. أولا يا أستاذ أنور أخي الكريم، تستخدم كلمة بالله عليك لي وللزميل الذي حاورته قبلي، وكأننا في معرض سنجيب تحت القسم. الدماء التي تنزف من الشعب العراقي دماء غالية، لهم الرحمة ولذويهم طبعا الصبر والسلوان، ولنا جميعا أن نتأسى بهذا الذي يحصل يوميا. لكن نحن كسياسيين قلنا ابتداء أنه التصعيد والتصريحات النارية وتهويل الأمور ووصف مسائل بأكثر من الوصف الذي ينطبق عليها هي ما تثير الشارع، وهي التي نهدي بذلك هدية إلى الإرهابيين، للمجرمين، للمتربصين بالعملية السياسية بالعراق، كأنما نهدي لهم العراق لقمة سائغة. السياسيين الهدوء، كل منا يتحمل وزر نفسه ويتحمل مسؤوليته. وأعتقد من يتتبع تصريحاتنا في مجلس النواب وخارجها وللإعلام يرى فيها الكثير من الوسطية، بعيدا عن الإثارة، بعيدا عن تحميل الأمور أكثر مما تحتمل. نحن أمام تحدي كبير، ونحن أمام خطر داهم كبير لا يهدد فقط جزء من الشعب العراقي أو مكون أو مجموعة أو حزب، يهددنا جميعا، يهددنا كشعب، كوجود وطن، سياسيين وغير سياسيين. علينا مهمة كبيرة نتضافر عليها. ماذا أهدينا للشعب العراقي؟ نعم، بفرقتنا، بفرقة السياسيين، بتغليب المصالح، للأسف المصالح الشخصية والمنافع على حساب المصلحة الوطنية العليا، وهذا واضح للعيان. وعندما قلت قبل قليل كان لي الموقف نعم البعض لا يرى ذلك. لماذا لا تكون من ضمن الفريق؟ لماذا لا نبقى نردد دائما وما أنا إلا من غزية إن غويت وأن ترشد غزية أرشدي؟ لا يكون الأمر بهذه الطريقة. عندما نكون ممثلين حقيقيين للشعب العراقي في مجلس النواب، يجب أن كل منا أن يأخذ دور الحقيقي بما يراه مناسبا كممثلا حقيقيا لأبناء شعبه، لمن ائتمنوه على أصواتهم وعلى وجودهم. للأسف في مجلس النواب العراقي كثير من الأصوات التي مارست دور الإثارة، تدري أو لا تدري، أو هنالك أجندات، أو هناك مسائل أخرى، أو هناك اصطفافات، لكل منا مصالح، أو لكل من الذين صرحوا لهم مصالحهم، لهم مسائلهم حقيقة. ثم انقسمنا بين ثلاثة